قانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقد والرسوم القضائية ورسوم التوفيق في المواد المدنية. باسم الشعب، رئيس الجمهورية. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه. المادة الأولى: تستبدل عبارة 5000 جنيه بعبارة 500 جنيه، وعبارة 500 جنيه بعبارة 50 جنيها أينما وردتا أو أيهما في المواد 41 و42 و43 و47 و277 و380 و480 ومن قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما تستبدل عبارة 300 جنيه بعبارة 60 جنيها في المادة 919، وعبارة 1000 جنيه بعبارة 100 جنيه في المادة 943، وعبارة 5000 جنيه بعبارة 3000 جنيه في المادتين 972 و973، وعبارة 500 جنيه بعبارة 50 جنيها، وعبارة 1000 جنيه بعبارة 100 جنيه في المادة 987 من ذات القانون. المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد 37 بند 1 و82 فقرة أولى و99 الفقرتان الثانية والثالثة و104 فقرة أولى و130 و151 فقرة ثانية و152 فقرة أولى و153 و155 و157 و159 و162 و164 و194 و197 فقرة أولى و199 فقرة أولى و191 فقرة أولى و210 فقرة ثانية و212 و221 و378 و495 فقرة أولى و499 فقرة أولى و895 و974 و1030 و1031 فقرة ثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص الآتية. مادة 37 بند 1: الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار 300 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار 200 مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته. مادة 82 فقرة أولى: إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها. فإذا انقضى 60 يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. مادة 99 الفقرتان الثانية والثالثة: ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز 3 أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال 30. مادة 115 فقرة ثالثة: وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى. مادة 171 فقرتان أخيرتان: وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعي يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها بإعلانها أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك. ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوي الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن في الحكم أو قبل انقضاء مواعيد الطعن، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك. المادة الرابعة: يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادتان جديدتان برقمي 44 مكررة و174 مكررة، نصاهما الآتيان: مادة 44 مكررة:
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد 15 يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم. مادة 174 مكررة. يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. المادة الخامسة. تزاد إلى 10 أمثالها قيمة الغرامات في المواد 14 و68 فقرة ثانية و97 فقرة أولى و99 فقرة أولى و110 فقرة. نظر طلب رد القاضي على درجة واحدة، حيث تختص محكمة الاستئناف بنظر طلب الرد لقضاة المحاكم الجزئية والابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده، بدلاً من نظره على درجتين حالياً. تختص دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية بالفصل في طلب رد القاضي الذي يتبعها، ويقبل حكمها الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف. وبالإضافة إلى ذلك فرض رسم على طلب الرد قدره 100 جنيه يسدد عند التقرير به، مع زيادة الكفالة من 25 جنيها إلى 200 جنيه، وذلك لضمان جدية طلب الرد. 153. عدم قبول طلب رد الدائرة التي تنظر طلب الرد، وفي هذه الحالة لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف نظر طلب الرد الأول، وهو ما يجيزه القانون الحالي 157، حيث يحال الأمر إلى دائرة أخرى ويوقف الفصل في طلب الرد الأول، وهكذا اطمئنانا إلى ما يترتب على طلب الرد الأول من وقف الفصل في الدعوى الأصلية. إضافة حالة إثبات التنازل عن طلب الرد ضمن الحالات التي يقضى فيها بالغرامة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الغرامة التي يحكم بها عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، بحيث لا تقل عن 200 جنيه بدلاً من 20 جنيها، ولا تزيد على 1000 جنيه بدلاً من 100 جنيه، ومصادرة الكفالة، وزيادة الغرامة في حدها الأدنى 250 جنيها، وفي حدها الأقصى إلى 1500 جنيه إذا كان الرد مبيناً على الوجه الرابع من المادة 148. أجيز لرئيس المحكمة أن يندب قاضياً ليجلس بدلاً من القاضي المطلوب رده، وأن يستمر نظر الدعوى في طريقها المعتاد، ثم يتخذ طلب الرد طريقه للفصل فيه دون أثر على استمرار نظر القضية الأصلية، باعتبار أن القاضي المطلوب رده قد أصبح بعيداً عنها، بينما يقصر القانون الحالي حق رئيس المحكمة في إجراء مثل هذا الندب على حالات الاستعجال التي تقتضي إجراء عاجلاً في الدعوى. 162. ويقصد بهذا التعديل أن يرد على مستغلي حق الرد لتأجيل الفصل في الدعوى قصدهم عدم جواز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد، حيث يقصر القانون الحالي هذا الحكم على مستشاري محكمة النقد وحدها. 164. وذلك استنادا إلى أنه من غير المعقول أن يتوافر لدى جميع أعضاء المحكمة أو أغلبهم أحد أسباب الرد الواردة في القانون على سبيل الحصر. 7. تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على. 6. إضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون برقم المادة 6 نصها الآتي: تستبدل الإحالة إلى المواد 9 242 365 241 بند 1 2 4 بالإحالة إلى المواد 10 418 511 417 فقرة 1 2 4 الواردة في المواد 869 880 955 1024 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك حتى يتم تصحيح الإحالة إلى هذه المادة، حيث تبين أن ثمة خطأ قد حدث في أرقام المواد المحال إليها بهذه المادة، وقد ترتب على إضافة هذه المادة إعادة ترقيم المواد مشروع القانون، فأصبحت المادة 6 هي المادة 7 والسابعة هي 8 وهكذا. 7.
إلغاء المادة التاسعة من مشروع القانون، وذلك بناء على طلب ممثل وزارة العدل لسبق صدور هذا التعديل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968. ثامناً، إضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون هي المادة العاشرة، نصها الآتي: تضاف إلى نص المادة 4 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فقرة أخيرة، نصها الآتي: كما يفرض رسم ثابت مقداره 100 جنيه على كل طلب رد أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك بعد أن رأت اللجنة من الملائم تشريعياً أن يكون موضع الرسم الوارد بالمادتين 153 و495، والذي يفرض على رافع دعوى الرد والمخاصمة في القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، وليس في قانون المرافعات المدنية والتجارية كما سبق الإشارة. تاسعاً، تعديل المادة 11 أصلها المادة العاشرة، وذلك بإضافة إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية إلى الإلغاء المنصوص عليها بهذه المادة اكتفاء بالفقرة الأولى من المادة 250 لأنها تحقق الغرض الذي من أجله وضع النص، وكذلك إضافة فقرة ثانية إلى المادة نصها الآتي: كما تلغى عبارات الديوان وأمانعة ووجاها وكذا المبالغ المحددة بالليرة السورية أينما وردت في نصوص القرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقد. عاشراً، تعديل المادة 12 أصلها المادة 11 بحيث تستبدل عبارة ويعتبر صدور قرار الإحالة بعبارة ويعتبر صدور هذا القرار لزيادة الإيضاح، وكذلك إضافة عبارة مصحوب بعلم الواء. 6. تعديل المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالمادة 4 من المشروع، وذلك بتحديد ميعاد 3 أيام لإعلان ذوي الشأن بقرار النيابة الصادر بالإجراء الوقتي، وكذلك بأن يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار النيابة بناء على طلب المتظلم، وبذلك يصبح نص المادة 44 مكرراً بعد تعديله كالآتي: يجب على النيابة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة عن الفئة الممتازة على الأقل، وعلى النيابة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال 3 أيام من صدوره، ويكون تظلم من هذا القرار لكل ذي شأن في جميع الأحوال أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد 15 يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم. واللجنة إذ تتشرف بعرض تقريرها عن المشروع المعروض لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهى إليه هذا التقرير وعلى مواد المشروع على النحو المبين بالجدول المرافق. رئيس اللجنة المستشار يوسف نصار. مذكرة إيضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقد ورسوم التوثيق والشهر. إذا كان العدل هو حلم الإنسان الدائب الذي لم يكف دوما عن السعي إلى تحقيقه، وكان سعيه قد كلل بخطوات من نجاح، أكدت كل خطوة منها هذا التلازم الرفيع بين العدل وارتقاء الإنسانية في درجات سموها، كما أكدت أن الإنسانية ليست بالغة ذراها الرفيعة في قمة وجودها الذي يتجلى فيه القبس النوراني الكامن فيها، إلا محمولة على راحة العدل وساعده. وإذا كان العدل هو أداة بلوغ الإنسانية لذراها السامقة، فإن الإنسان محور الإنسانية وجوهرها المطلق، ليس ببالغ العدل إلا على قاعدة قانونية موضوعية لحمتها وسداها الحق والحق وحده، وهي قاعدة تختزل في عموميتها وتوازنها وتجردها قيما ورؤى وخبرات وعلم الإنسان وتراث له يضرب في جذور التاريخ الإنساني، ثم هي من بعد إذ تتفاعل مع الواقع وتوغل فيه تأثرا. لم يتضمن القانون القائم تنظيماً لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم،
مما أثار العديد من المشكلات في العمل. لذلك حرص المشروع على وضع نظام لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم يكفل العدالة والمساواة بين طرفي الخصومة ويحقق لهما اليسر في عرض دفاعهما. فنصت المادة الثالثة من المشروع على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 171 من قانون المرافعات، تنص على أن تبادل المذكرات يكون بطريق الإعلان أو الإيداع، وأنه في حالة ما إذا صرحت المحكمة بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وجب عليها تحديد طريق تبادلها سواء بالإعلان أو بالإيداع، وتحديد ميعاد للمدعي يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعي عليه لتقديم مذكرة بالرد على مذكرة المدعي. ثم أوجبت في حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال، وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وما قد يكون مرفقا بها من مستندات وتاريخ الإيداع، مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة وردها للمودع. والغرض من الصورة الإضافية أن تكون بمثابة دليل على الإيداع وتاريخه. ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام. كما تضمن التعديل النص على عدم جواز سحب المستندات من الملف إلا إذا لم يطعن في الحكم أو كانت قد انقضت مواعيد الطعن فيه، إلا إذا أمر رئيس المحكمة بما يخالف ذلك. التوسع في تطبيق نظام أوامر الأداء. حقق نظام أوامر الأداء نجاحا كبيرا منذ صار نظاما واجب الاتباع في الحالات التي أوجب القانون اتباعه فيها، حيث تدل الإحصائيات على أن الغالبية العظمى من طلبات أوامر الأداء قد قبلت ولم يتم التظلم منها أمام المحكمة إلا في نسبة ضئيلة، كما أن نسبة الأحكام الصادرة في هذه التظلمات بإلغاء الأمر كانت قليلة. ولا شك أن هذا النجاح ترتب عليه سرعة البت في المنازعات وعدم تكدس الجلسات بقضايا لم تكن هناك ضرورة تستوجب عرضها على المحاكم، مما أدى إلى تخفيف العبء عن القضاة. لذلك اتجه المشروع إلى التوسع في الحالات التي يتبع فيها نظام أوامر الأداء، بحيث تشمل بجانب الديون التي يكون محلها مبالغ نقدية أو تسليم المنقول المعين بنوعه المثليات، طلب تسليم المنقول المعين بذاته أيضا متى توافرت فيه شروط إصدار الأمر. فنصت المادة الثانية من المشروع على تعديل الفقرة. لم يتضمن القانون القائم تنظيما لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، مما أثار العديد من المشكلات في العمل. لذلك حرص المشروع على وضع نظام لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم يكفل العدالة والمساواة بين طرفي الخصومة ويحقق لهما اليسر في عرض دفاعهما. فنصت المادة الثالثة من المشروع على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 171 من قانون المرافعات، تنص على أن تبادل المذكرات يكون بطريق الإعلان أو الإيداع، وأنه في حالة ما إذا صرحت المحكمة بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وجب عليها تحديد طريق تبادلها سواء بالإعلان أو بالإيداع، وتحديد ميعاد للمدعي يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعي عليه لتقديم مذكرة بالرد على مذكرة المدعي. ثم أوجبت في حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال، وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وما قد يكون مرفقا بها من مستندات وتاريخ الإيداع، مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة وردها للمودع. والغرض من الصورة الإضافية أن تكون بمثابة دليل على الإيداع وتاريخه. ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام. كما تضمن التعديل النص على عدم جواز سحب المستندات من الملف إلا إذا لم يطعن في الحكم أو كانت قد انقضت مواعيد الطعن فيه، إلا إذا أمر رئيس المحكمة بما يخالف ذلك. التوسع في تطبيق نظام أوامر الأداء. حقق نظام أوامر الأداء نجاحا كبيرا منذ صار نظاما واجب الاتباع في الحالات التي أوجب القانون اتباعه فيها، حيث تدل الإحصائيات على أن الغالبية العظمى من طلبات أوامر الأداء قد قبلت ولم يتم التظلم منها أمام المحكمة إلا في نسبة ضئيلة، كما أن نسبة الأحكام الصادرة في هذه التظلمات بإلغاء الأمر كانت قليلة. ولا شك أن هذا النجاح ترتب عليه سرعة البت في المنازعات وعدم تكدس الجلسات بقضايا لم تكن هناك ضرورة تستوجب عرضها على المحاكم، مما أدى إلى تخفيف العبء عن القضاة. لذلك اتجه المشروع إلى التوسع في الحالات التي يتبع فيها نظام أوامر الأداء، بحيث تشمل بجانب الديون التي يكون محلها مبالغ نقدية أو تسليم المنقول المعين بنوعه المثليات، طلب تسليم المنقول المعين بذاته أيضا متى توافرت فيه شروط إصدار الأمر. فنصت المادة الثانية من المشروع على تعديل الفقرة. سادساً، في الطعن بالنقد. 1. تردد الأخذ بنظام ضم ملف الدعوى أمام محكمة النقد عند الطعن أمامها في الحكم الصادر فيها، ونظام الاكتفاء بتقديم صورة رسمية من هذا الحكم والمستندات المتعلقة بالطعن، إلى أن استقر الأمر للنظام الأول
وفقا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات. وقد استفاضت الشكوى من هذا النظام. إذن فضلاً عما يؤدي إليه من تعريض المستندات والمفردات للفقدان وتعطيل نظر الطعون انتظاراً لورود الملف، فإن الدعوى الموضوعية في ذاتها من شأنه أن يبعد محكمة النقد عن وظيفتها الأولى بوصفها محكمة قانون، ويؤدي إلى إهدار الوقت في قراءة ومراجعة أوراق تتصل بأمور موضوعية تخرج بطبيعتها عن مهمة محكمة النقد، ولا يقتضيها فصل في الطعن. يضاف إلى ذلك أنه كثيراً ما يحدث أن تفصل محكمة الاستئناف في شق من النزاع، وتستمر في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات، فإذا طعن بالنقد في هذا الشق، فإن ضم الملف من شأنه أن يعطل الفصل في باقي الطلبات، كما أن عدم ضمه من شأنه أن يعطل الفصل في الطعن بالنقد، وهي نتيجة غير مقبولة في الحالتين. لذلك رؤي العدول عن هذا النظام، وتجنباً لما يعانيه الخصوم من صعوبات في استخراج صور الأحكام والأوراق اللازمة لتقديمها لمحكمة النقد، نظراً لما يستلزمه ذلك من وجوب أداء جميع الرسوم المستحقة على الدعوى في مرحلتها الابتدائية والاستئنافية عند استخراج هذه الصور. وكثيراً ما تكون هذه الرسوم بالقدر الذي لا يتيسر للراغب في الطعن تدبيره في الأجل المحدد للطعن. لذلك فقد عانى المشروع بتذليل هذه العقبة، فأوجب على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق بدون رسوم، على أن تذيل هذه الصور بعبارة لتقديمها لمحكمة النقد، وذلك كله دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم. كما أجاز المشروع في الوقت ذاته لمحكمة النقد أن تأمر عند الاقتضاء بضم ملف الدعوى سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الخصوم، وغنى عن البيان أن استخدام هذه الرخصة إنما يكون في حالات الضرورة التي تقدر فيها المحكمة لزوم الاطلاع على ملف الدعوى أو أصول الأوراق المقدمة لإمكان الفصل في الطعن. وحتى لا يتأخر الفصل في الطعن في هذه الحالة، أوجب القانون على قلم كتاب المحكمة